أول شيء هذا أول يوم تجي المديرة، أوكي المديرة جديدة. طيب فأول يوم كذا تجي المديرة، دخلت طول الوقت تناظرني. طيب كذا تناظرني أنا أحس إني شكيت بنفسي أنا إيش مسوية. المهم فجأة كذا شافتني قالت لي روح مسح الميك اب. أنا استغربت إنه المديرة القديمة كانت تقول لنا حطوا اللي تبغون، ما كانت يعني تقول لنا أوش الميك اب، خفف الميك اب زي كذا. المهم إني ما رحت مسحت الميك اب. بعدين نزلت الفسحة وشفتها بوجهي، ركضت وانا طالعه قالت لي ريماس، قلت اوكي تعرف اسمي سلم على الاهل. المهم اني رحت عندها وراحت كلمتني قالت لي انت عندك حسابات بالسوشيال ميديا؟ قبل ما تقول لي كذا خوفتني، عرفت اللي تقول لي اول ما استقبلتني تقول اقعدي. اوكي قعدت. قالت لي عارفه انا ليش ناديتك صح؟ قلت لا. قالت لي إلا تعرفين أكيد. أنا أكيد كنت يعني متأكدة 100% أنا تكلمني عن حساباتي، متأكدة 100%، بس مسوية نفسي غبية. قالت لي عارفة أنا إيش بكلمك عنه صح؟ قلت لا. قالت لي في فيديو بالتيك توك ناشرته. قلت يا ليل سلم على الأهل، أنا أبغى أجحد بس ما قدرت. قالت لي في فيديو بالتيك توك ناشرته كنت تتكلمي عن معلمة الدين. أنا قلت ها مين ذي؟ متى؟ مو انا. بعدين قالت الا نشرتها بالتيك توك. انا هنا قلت لا مو نشرتها بالتيك توك، نشرتها باليوتيوب. يعني جيت بجحد يعني عرفت اللي بينت نفسي كذا حمارة غبية اكذب واسولف بعد. المهم قالت لي قالت لي بالتيك توك. قلت لا مو بالتيك توك باليوتيوب. المهم انا طلعت فان، نزل حساب، نزل الفيديو اللي كان باليوتيوب بالتيك توك. جت قالت لي كذا وانا مستعدة انها تهاوشني مستعدة للهواش. جت قالت لي والله شوفي المفروض ما تكلمين عن مدرستنا وكذا. وانا اقول لها ايه ان شاء الله. اصلا بعد ما تكلمت معها ذاك المره وانا انشر سوالف المدرسه كلها، كل سوالف المدرسه وانا انشرها. المهم قالت لي شوفي باليوم الوطني نبغاك تصورينا الفيديو عن شو اسمه مدرستنا، نبغى مدرستنا تنتشر. مدرستهم زق ليتها يعني فيها شيء حلو انشر عنه. قلت ايه ما عليك بنشر مدرستك وكذا. قالت لي باليوم الوطني باك تصورين وكذا الفعاليات. والله ما في فعاليات، مدرستنا كذا عرفت اللي ما فيها شيء، زق كل شيء زق. انا احذر الناس منها. تبغاني اقول لكم شوفوا مدرستنا اليوم ايش مسويه كذا، فهمتوا بالتهديد. المهم قلت لها كم تدفعي؟ ما ادري انا كيف قلت لها كم تدفعي، بس اني بعدها جبت العيد ومن بعدها حقت علي. اتوقع كل السوالف ذي قاعده تصير لاني قلت لها كم تدفعي. قلت لها كم تدفعي وهي نظرتني كذا وانا نظرها كذا، بس انها تضحك بس ما ضحكت. جيت قلت لها لا اقصد امزح. جت عطتني محاضره وقالت لي هذه مدرستك المفروض تعتزي فيها وانت مفروض. قلت لها طيب قاعدة امزح والله انها ذبة، ما ادري كيف اشرح لها اصلا، ما ادري كيف قلت لها كم تدفعي. المهم قالت لي احنا مو مدرسة وما ادري وشو، وانت المفروض دي مدرستك وتعتزي فيها. قلت لها خلاص ان شاء الله بصور فيديو، وسحبت عليها. يعني صدق انا اهرب الناس مدرستي، اروح اقول لهم تعالوا مدرستي، بس والله من بعدها المشاكل قاعدة تزرزب. استغفر الله، شوف تزرزب يعني انها تشرشر، اوكي عشان احتها بخط. المهم فكذا صارت تجيني مشاكل من كل ناحية. اطلع فجأة تشوفوني طالعة من الدرج، يجيك تايم وتنايم، يقولي انتي ايش كيف فهمتوا؟ تجيني تايم وانا نايم لأنها خلاص حقدت علي. قلت لها كم تدفعي وحقدت علي. ومن يومها ما عاد أهبد، أفكر بالكلمة ب5 مرات قبل ما أهبدها. أمزح يعني أهبد شوي. عيونك حلوة، بس عيوني ريماس كيف تخلين صورك بيرفكت كذا؟ ما ادري وش السؤال. سوي وضعيات حلوة يعني. أنا صح ما عندي وضعيات حلوة، بس إنه ما ادري كيف تطلع الصور حلوة. ريماس أنا بلال. مين بلال؟ بس والله خلصت سالفتي. أشوف بالكومنت تقول كملي، إيش أكمل؟ خلصت سالفتي. نبي تسريحة كول. ما ادري والله، اربطي كعكة وبرفكت. بس ابي طريقة، خليني تحسبوني وش. المهم ابي طريقة. راح الكومنت. نبي سواليف جديدة. خلص سواليف الجاية يعني اللي عندي توديني بداهية كذا، يجيني تم القبضة، فخليني ساكتة افضل لي.
يكفي سوالف المدرسة كذا هبتها، ومن بعدها صاروا حاقدين علي. أتوقع قلت لكم سالفة المدرسة يوم قالوا لي كذا فجأة، خلاص ما أبغى أقولها، خلاص قلتها قد قلتها. شاهي ولا نعناع؟ أنا خلاص صرت ما أبغى.